الأمان التي تشبه بلادنا. يأتي أيضا هذا التعديل الدستوري لوضع سياسي داخلي يتميز بالتصدع مؤسسات الدولة وتزايد الشهوات الخارجية للنهب والاستيلاء على كل مقومات اقتصادنا. بالنسبة لحزب العمال، يشكل وجود الدولة الشرط الأساسي لاستمرارية الأمة، لأن دون وجود دولة لا يمكن أن ندافع عن الاستقلالية السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية للبلاد. حزب العمال حزب وطني متمسك بالنظام الجمهوري للدولة وبطابعها الاجتماعي، ولهذا نعتبر أن لا شيء يسمو عن تكامل الدولة وسيادتها، ولا يمكن لأي وطني أن يبقى صامتا أمام المخاطر المحدقة على كيان الدولة المهدد من طرف المال السياسي الذي أصبح واقعا لا يمكن لأحد تجاهله. سيد الرئيس، يمكن لدولة أن تعيش بدون دستور، لكن العكس غير صحيح، حيث لا جدوى ولا معنى لأحسن دستور بدون دولة. وعلى سبيل المثال، بريطانيا العظمى أين أنشئ أول برلمان في العالم دولة لا تحتكم لدستور، كما عاشت الجزائر في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين رحمه الله بدون دستور. السيد الرئيس، قرارات اللجنة المركزية لحزب العمال وبالإجماع المشاركة في هذه الجلسة المخصصة للتصويت على تعديل الدستور رغم تحفظنا الكبير على الشكل الذي تم اعتماده للمصادقة عليه. في الواقع كنا نطمح لإصلاح دستوري عميق بإرجاع الكلمة للشعب بواسطة مسار تأسيسي يكتسب المصداقية والمشروعية وغير قابل للطعن، كما صرح به رئيس الجمهورية في سنة 2006 وكررها سنة 2011 و2014. بالنسبة لحزب العمال، استشارة وإشراك الشعب الجزائري في النقاش هي الوسيلة الديمقراطية التي تمنح المصداقية والمشروعية، التي تمنح للشعب الإمكانية لاختيار شكل ومضمون المؤسسات التي يحتاج إليها. لأن حزب العمال حزب وطني وشرعوي يبحث دائما عن الحلول وبدون أي روح هيمنة. شاركنا في المشاورات التي سبقت صدور هذه المسودة وقدمنا اقتراحاتنا في جميع الميادين، لكن الأحزاب كلها مجتمعة لا يمكنها أن تحل محل الشعب الجزائري الذي لم تمنح له الفرصة للمشاركة في النقاش وإبداء رأيه. ولهذه الأسباب عبر حزب العمال عن أهمية وأولوية الشكل على المضمون. سيد الرئيس، حزب العمال يصدر أحكامه دوما انطلاقا من مصالح الأمة فأغلبية الشعب. لا ننكر أن في التعديل المقترح توجد إيجابيات وتحسينات وتقدم في بعض الميادين، البعض منها جزء من نظراتنا، ونذكر على سبيل المثال الخطوة الإيجابية المتمثلة في ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية ثانية، كون أن هذا الإجراء يعزز الوحدة الوطنية ووحدة الشعب الجزائري، وهو بمثابة تصحيح تاريخي لهويتنا، وفي نفس الوقت حق طبيعي تجاهلته كل الدساتير منذ الاستقلال. إنه مكسب هام رغم التردد والتناقضات التي رافقت هذا الإجراء الإيجابي. كما نسجل دسترة محاربة الانتجاع السياسي داخل المجالس المنتخبة الذي يدخل في إطار مكافحة التلوث السياسي واغتصاب ضمائر الناخبين. وللأسف هنا أيضا تم إدراج بند يسمح لمن يحول العهدة أن يبقى داخل المجلس كبيدون. صحيح أن هناك إجراءات إيجابية ودرجت في ميدان الحقوق والحريات، مثل ما سجلنا في الميدان الاقتصادي الحفاظ على المادة 17 التي تحمي القطاعات الاستراتيجية، تم توزيعها إلى الأراضي الفلاحية والموارد المائية. لكن وللأسف الجميع يعلم أن المشكل الأساسي يكمن في عدم احترام تسلسل القوانين، حيث تم في الماضي المصادقة على قوانين غير دستورية، كما يوجد فرق شاسع بين المبادئ المنصوص عليها دستوريا والممارسات وهذا في عدة ميادين. فمثلا في الميدان الديمقراطي هناك الحديث في التعديل الدستوري عن توطيد التعددية الحزبية. هل هذا يعني
أن تطبيق هذا الدستور سوف يضع حد للانحرافات السياسية الدنيئة والهجمات الإجرامية على التعددية الحزبية التي تشهدها الساحة، لأن ضرب التعددية الحزبية يعد خطرا على الدولة وفي نفس الوقت ضرب للأمن القومي للأمة. وجود الأحزاب السياسية شرطا أساسيا للديمقراطية وتمثل ترع للحفاظ على كيان الدولة، مثلما شكلت الأحزاب السياسية أثناء المأساة الوطنية متاريس في الحفاظ على الدولة. أيضا يعتبر تشكيل الأحزاب السياسية في العشرينات من القرن الماضي العنصر الأساسي في بلورة فكرة الاستقلال الوطني الذي تحقق سنة 62. سيد الرئيس، إن الصدمة التي انجرت بعد مصادقة على القانون المالي سنة 2016 في طريقة تمريره ومضمونه لا وطني ولا اقتصادي ولا اجتماعي لا تزال في أذهان المواطنين، لأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية دائما تولد أزمات سياسية وهو حال بلادنا. وفي اعتقادنا إعداد قانون مالية تكميلي سنة 2016 ضرورة قصوى لتصحيح الإجراءات التي تشكل خطر على التوازنات الكبرى التي ظل رئيس الجمهورية حريصا عليها، ولإرجاع الثقة بين المواطن ودولته وخلق مناخ تسود فيه السكينة. كما سجلنا الحفاظ على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورفض أي تدخل في الشؤون الداخلية وعدم استدراج جيوشنا لأي مستنقع حرب تحت أي ذريعة. سيد الرئيس، بالنسبة لحزب العمال هذا التعديل الدستوري لا يمكن أن يرتقي إلى إصلاح سياسي حقيقي ويمهد التحول الديمقراطي والتجدد الذي تطمح إليه الأغلبية. كما أن التحسينات التي أدرجت على قطاع العدالة لا يمكن اعتبارها عنصر في تحقيق استقلالية العدالة التي تبقى تحت سلطة الجهاز التنفيذي الذي يهيمن على كل هيئات التي لها صلة مع العدالة. سيد الرئيس، بالمقابل لهذه الإيجابيات المذكورة يستجد حزب العمال زيادة على التناقضات في الدستور المقترح علينا إدراج مفاهيم جديدة ليس مجالها الدستور، لأن صفة ديمومة الدستور تمنع تغييره مع التحولات السياسية والأنظمة. فمثلا نعتبر إدراج مفاهيم لا توجد حتى في الدول الرأسمالية مثل تحسين مناخ الأعمال ومنع التمييز بين المؤسسات الوطنية والأجنبية المقيمة ومنع الاحتكار بما فيها العمومي. هذا بمثابة فتح الباب لتراجعات خطيرة مثل إلغاء كل القوانين التي تم سنها انطلاقا من مبدأ الأفضلية الوطنية وحق الشفاعة. سيد الرئيس، لضمان ديمومة الأمة يجب الحفاظ على الدولة ومناعتها وتحسين سيادتها بالحفاظ على السلم المستعاد بحل جزائري وطني وسيادي، زيادة على طعننا في الشكل الذي تم اعتماده لتمرير هذا الدستور والاعتبارات التي ذكرتها سالفا. قررت اللجنة المركزية أنه لا يمكن للكتلة البرلمانية أن تصوت بلا على الدستور لأنه يتضمن تحسينات وإيجابيات التي لا طالما ناضل من أجلها حزب العمال، ولا يمكن التصويت بلعم لأن الدستور المقترح يتضمن مواد وإجراءات متناقضة وأخرى قد تفتح الباب للتراجع المكاسب الاقتصادية. لهذه الاعتبارات سوف تمتنع الكتلة البرلمانية لحزب العمال أثناء التصويت على تعديل الدستوري، وأرجو إن شاء الله أن هذه المراجعة تمر بردا وسلاما على الجزائر لتنتقل لبر الأمان. والسلام عليكم. شكرا للسيد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال لمجلس الأمة. الآن الكلمة للسيد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي في مجلس الأمة.